اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده. فيلم النهارده ذا لايت هاوس. فيلم ذا لايت هاوس هو فيلم امريكي كندي من انتاج 2020، وهو فيلم دراما ورعب وفانتازيا. في 1890 اتنين حراس مناره بيحاولوا يحافظوا على عقولهم في جزيره معزوله. الفيلم هو تاني أفلام المخرج الجميل روبرت إيجرز، واللي كان دقيق جدا في لهجات الممثلين، وكان بيحدد ليهم السرعة اللي يتكلموا بيها، وصور الفيلم في أجواء سيئة جدا وبرد قارس ورياح شديد، وتعرض عليه إن هو ياخد 6 مليون تمويل زيادة، نص ميزانية الفيلم، في مقابل إن هو ما يعملش فيلم أبيض وأسود، ولكنه أصر إن هو يعمله أبيض وأسود وخسر 6 مليون، وكل المباني اللي في الفيلم اتبنت مخصوص عشانه. الفيلم من كتابة روبرت إيجرز وماكس إيجرز أخوه، والفيلم مقتبس بشكل خفيف عن حادثة في 1801 ذا سمولز لايت هاوس تراجيدي، واللي لما اتنين حراس منارة كانوا برضه في جزيرة وواحد مات فالتاني اتجنن. طبعا هو هنا في السيناريو متأثر جدا بكتابات اتش بي لاف كرافت، وللعلم اللي بيشوفوه لما بيبصوا في المنارة مش مذكور في السيناريو أصلا، يعني دي حاجه كده متسابه اوبن اندد كده مفتوحه يعني. واثناء ما هو بيكتب الفيلم كان بيقعد يشغل فيديوهات على اليوتيوب فيها امواج واصوات للبحر والفيديوهات بتاعتي، وبعد ما خلصوا السيناريو اكتشفوا ان هو واضح جدا زياده عن اللزوم، وهو ما بيحبش الحاجات دي، او في الاول ما كانش بيحبها، فراح ملخبط بقى كل حاجه ومغير فيه كتير وشال شرح كتير وحاجات كتير، عشان يعني ساب الاساسيات بس عشان يحط يعني حاله كده من عدم الوضوح عند المشاهد. يعني لما أعادوا كتابة السيناريو خدوه من الدراما والرعب لحتة الفانتازيا، اللي هي حاجات ملهاش معنى وحاجات ملهاش تفسير. مدير التصوير هو جارين بلاشكي. ده الراجل ده بقى هنا تعب، يعني حقيقة عمل شغل كبير جدا في الفيلم، والفيلم هو بصريا اصلا دي التريد مارك بتاعته، هو مشهور جدا بشكل الفيلم. فالفيلم اتصور بكاميرا 35 ملي ابيض واسود، الكاميرا نفسها ابيض واسود، واستخدموا عدسات من اول 1918 لحد 1938، دي عدسات قديمه اصليه. الاسبكت ريشيو بقى بتاعت الفيلم اللي هو حجم الشاشه نفسها 1.19 لواحد، اللي هو يعني تقريبا مربع، زي الصور بتاعه الكاميرات التصوير بتاعه العصر ده بالظبط، اللي هي الصور اللي كانت بتاخد ساعتين عشان تتحمض. الخام بقى بتاع اللي اتصور عليه الفيلم اسمه دبل اكس ستاك دبل اكس ستوك بلاك، يعني الخام نفسه بيحتاج إضاءة شديدة جدا عشان يبتدي يظهر صورة أصلا، والإضاءة دي بتبقى من 15 ل 20 ضعف الإضاءة العادية في الأفلام العادية. ده أدى إن هم في المشاهد الليلية، مش بس في المشاهد النهارية، لا، في المشاهد الليلية جوه الفيلم من كتر الإضاءة كانوا بيلبسوا نظارات شمس. وطبعا الراجل يعني الكاميرا باظت بسبب المطر والرياح، مش بس كاميرا واحده، 3 كاميرات، واحيانا كان بيستخدم 3 كاميرات في نفس الوقت خوفا من ان واحده تبوظ، واحيانا لاهداف فنيه عشان ياخدوا اللقطه بكذا شكل. ومدير التصوير يعني خد كريفرنس كمرجع لشكل الفيلم لوحات اندرو وايث وارنولد بوكلين وجين دلفيل. الموسيقى التصويريه من مارك كورفن، واللي اختار بناء على طلب المخرج موسيقى تشبه البحر، يعني تكون شبه المية نفسها، فيها انسيابية، وتكون بعيدة جدا عن الآلات الوترية، فاستخدم أدوات برونزية وزجاجية عشان يطلع الموسيقى بالشكل ده. ومن أهم الاستخدامات بتاعة الموسيقى هنا كانت تقليل الطابع الكوميدي، فكانت الموسيقى مخيفة جدا، وده ممكن مشهد احتمال يضحكك، فكانت الموسيقى بتخليك ما تضحكش، تخليك خايف. الفيلم من بطولة روبرت باتنسون في دور توماس هاورد، واللي نتيجة الجو البشع ما تكلمش هو وشريكه في الفيلم ويليام ديفو ولا مرة بره التصوير، كانوا بيتكلموا وهم بيصوروا بس. كان راجل بيخلص تصوير يخش يقفل على نفسه قرفان من عيشته ومن حياته ويرجع تاني يوم وهكذا. ده غير ان التصوير نفسه كان جدوله قاسي جدا، وكان يعني عملية التصوير نفسها صعبة، واللي يشوف الفيلم هيلاقي ان هو نفسه فيه مجهود بدني كبير بيعمله وهو بيصور. كان يعني بيسخن نفسه بقى ازاي قبل ما يصور المشاهد الصعبة والمشاهد اللي فيها استفزاز، كان بيضرب نفسه ويفضل يلف لحد ما يدوخ. واسلوبه في التمثيل كان تفاعلي ولحظي في اللحظه دي، عكس ويليام ديفو تماما اللي كان بيجي متدرب كويس لانه ممثل مسرحي اصلا، فكان بيجي راجل هادي جاي يعمل شغله زي الموظفين ويروح. التاني بقى كان شغله ان هو يلعب المرتده بقى، الهجمه المرتده على اعداده. بيشاركوا البطوله ويليام ديفو في دور توماس ويك، اللي عاش بقى طول فتره التصوير في كوخ صيد لوحده، كوخ صياد في وسط الجزيره لوحده. اثناء بقى لما بيقول له انت مش عاجبك طبخي ومش عارف ايه، انت ما بتحبش اللوبستر بتاعي لايك مي لوبسترز والكلام ده كله، لما بيلقي عليه اللعنه
المشهد ده من اعظم المشاهد في تاريخ البشريه حقيقي. انا يعني ما بشبعش منه المشهد ده. فهنلاقي ان هو في المشهد ده ما رمش لمده دقيقتين، يعني دقيقتين كاملين عينه ما رمشتش، والمشهد كله اتصور في لقطه واحده. حقيقي حقيقي تحفه فنيه المشهد ده. واتمنى ان الناس تحاول ان هي تقرا يعني تتفرج على المشهد ده بالترجمه الانجليزي، بالكلام الانجليزي اللي هم بيقولوه، مش بالترجمه العربي، عشان تديله حقه. قبل الفيلم ده بقى ايه اللي خلى الاتنين دول يشتغلوا مع روبرت ايجرز؟ هما ان هما شافوا ذا ويتش، والاتنين بعتوا له طلبوا منه ان هو يشتغلوا معاه. جزيرة في وسط البحر في اواخر القرن 19 فيها منارة لارشاد السفن. بيشتغل فيها اتنين خلصوا الشيفت بتاعهم 4 اسابيع، وبيجي اتنين مكانهم، توماس ويك وتوماس هاورد الشاب اللي هو المساعد بتاعه. بيستلموا مكانهم في جو من البهجة والسعادة، هيقعدوا مع بعض في الكوخ ده ال4 اسابيع كلهم. هنلاحظ ان ويك مبسوط ورايق، راجل خبرة والمكان بتاعه، وهاورد مكروب شويه. بيعزم عليه بخمره ما بيرضاش عشان ضد اللائحه، فبيأمره لانه رئيسه المباشر انه يشرب عشان ده سوء حظ. ده اول كلاش ما بينهم. بيشرب ميه بدل الخمره وبيطلع طعمها بشع لان الخزان عاوز يتنضف. وده بيكون بدايه سلسله من الاعمال الشاقه اللي هو المفروض يعملها، ما عدا شغل المناره نفسه منعه منه تماما. بيلاقي ويك لازق في لمبه المناره وبيشرب خمره. هاورد بيلاقي جثه عايمه على الميه. بعدها بيصحى من النوم ونشوف ازاي ويك واكل الفريم كله. بيقعد يخلص المهمات اللي عليه، وفي طير نورس بيقعد يرازي فيه مش عاتقه 5 دقايق على بعض في الفيلم. بعد اسبوعين هاورد ابتدى يزهق منه ومن تسلطه، ويك ابتدى يزهق من كآبة هاورد، واحنا ابتدينا نزهق منهم هما الاثنين. وبنعرف ان المساعد اللي قبله اتجنن وانتحر لانه كان فاكر ان المناره مسحوره. بيضربه عشان بيضرب طير النورس لان ضرب النورس بيجيب النحس. تاني يوم بيتخانقوا تاني وبيهددوا ان هو هيخصم من مرتبه. بيتكلموا وبيتعرفوا، بعدها بيقتل النورس اللي مضايقه بعنف مفرط في مشهد هو مضحك جدا الحقيقه وفي نفس الوقت مقرف جدا. فورا الرياح بتغير اتجاهها تماما، فيها عاصفه جاي. وفي اخر ايامهم بيشربوا سوا ويغنوا ويحكوا، واول ما بتيجي سيره شغل المناره بيحصل قفش. تاني يوم بيشتغل في المطر وبيلاقي حورية مخيفة جدا بيجري منها. بعدها بيستنوا المركب تاخدهم وترجعهم للمينا، بس ما بتجيش. بعدها المطر بيبوظ المؤن بتاعتهم، وبنعرف وهو معانا انه فات اسابيع والعاصفه شغاله ومحدش جه. مع قله الاكل تكتر الخمره، ومع قله الخمره بيبتدوا يزودوها جاز وبيشدوا مع بعض. فويك بيلعنوا لآلهة البحر في أعظم مشاهد الفيلم لأنه مش عاجبه الطبخ بتاعه. مع الوقت تبتدي الهلوسة تزيد، الغضب يزيد، الشرب يزيد، وبيعترف له إن اسمه توماس هاورد وإنه منتحل شخصية واحد سابه يموت اسمه إفريام وينسلو. وبعدها الهلوسة بتضرب في السقف، بيهددوا بعض بأسرار بعض. بعد ما يعرف انه قتل زميله السابق، كل واحد شايف التاني ما بيعملش مجهود كفاية، كل واحد شايف التاني بيعمل اللي هو بيعمله، يعني بيعمل الحاجة يجي التاني يحكي له يقول له انا اللي عملتها، وهكذا. بتهب منهم بقى خالص مع زيادة البنزين وزيادة الخمرة. وبيعرف بقى من التقرير بتاعه ان هو وصى انه يترفد بدون راتب. بيتخانقوا وبيقتلوا، واخيرا بيطلع المناره يشوف ايه اللي مستخبي هناك. بيقع من على السلم وبيصحى اعور، والطيور بتاكل احشائه على الشاطئ، وبينتهي الفيلم. الفريم المربع اللي في الفيلم اللي هو الفيلم اصلا مقصود منه ان هو يعمل حاجتين: يخلق حاله من الاوثنتسيتي، يعني الاصاله، تحس انت بتتفرج على حاجه حقيقيه حصلت بشكل حقيقي او بتحصل قدامك حقيقي، يعني بتتفرج على حاجه وثائقيه وقديمه. السبب الثاني هو الحبسه، انك تحس الناس دي محبوسه جوه الفريم ده، محبوسه في مكان ضيق عليهم مش عارفين يطلعوا منه. الحبسه دي بنشوفها متجليه في مشاهد زي بتاعه الغرفه والسلم، المشهد اللي قلنا ان ويك واخد اللقطه كلها، تلاقيهم زانقين بعض في الفريم هما الاثنين، مع ان الاوضه مش بالضيق ده، بس هما عشان الفريم نفسه ضيق فاحنا بنلاقيهم دايما زانقين بعض. فاللقطه العامه للفيلم بتدينا احساس بالظلام والحبسه حتى وهم بياكلوا. وبنلاقي ان ده بيحصل بشكل متكرر، مثلا هاورد لوحده في اللقطه ويجي ويك ياكل اللقطه منه تماما، يغطي الكاميرا، ياخد حته كبيره من الشاشه. ده دليل على سلطته وعلى ان هو كاتم على نفسه. هنلاقي برضو ان الفيلم فيري شالو، يعني العمق بتاع الصوره نفسها مش عميقه خالص. الحيطان تلاقيها قريبه منهم جدا، حتى البوكيه تلاقيه شبه مش واضح. ده عشان يعزز الاحساس بالحبسه والعزله ما بين الشخصيات. هنلاقي برضو ان في صمت كتير في الفيلم، في مشاهد كتيره بتحصل ما فيهاش ولا كلمه، في
مقاطع طويله في الفيلم محدش بيتكلم فيها خالص، ممكن تلاقي بس موسيقى تصويريه او تلاقي صوت الرياح او البحر او الكلام ده كله. ليه؟ عشان يزود التنشن. جرب تقعد كده مثلا مع حد ما بتحبوش شويه ويقعدوا ساكتين 5 دقايق، هتلاقي ان ايه، هتحس في احساس عام كده ان في حاجه بتحصل بس انت مش عارف ايه هي، في خناقه، في مشكله، في حاله من الضغط، في حاله في انفجار جاي. فهو الفيلم طول الفيلم بيعمل لك ده. برضه هنلاقي ان هو اوقات كتير تلاقي الشخصيات عليها ظلام، يعني تلاقي نص وشه كده اسود والنص التاني ابيض، النص ده مظلم تماما والنص ده عليه نور ونور خفيف، واحيانا يبقى الوش كله في ظلام. ده عشان هم عندهم اسرار كتير، عشان احنا ما نعرفش عنهم حاجه، عشان هم مخبيين، فهم الى حد ما بالنسبه لنا ان ذا دارك. هنلاقي برضو ان في الفيلم الزمن ملوش مكان، مفيش زمن. يعني احنا بنعرف فجاه ان فات اسبوعين، بنعرف فجاه ان فات مده طويله ما بعد لما اتحبسوا هناك، لما المركب ما جاتش اسابيع. فملوش وجود لفظي لحد ما حد يقول، فمفيش حاجه بتقول ان الزمن عدى غير لما حد يقولها. ليه؟ عشان يعزز عندك احساس بالحبسه، بالقرف. لما تخش مصلحه حكوميه وتفضل قاعد مستني 3 4 ساعات، انت ما عندكش مشكله تستنى 8 ساعات بس يقولوا لك ان انت هتستنى 8 ساعات. لكن لما يسيبوك كده انت دارك، انت مش عارف، تحس ان انت متوتر اكتر. هنا نفس الحكايه، الشخصيات كده واحنا كده برضو. لما هم بس يبقوا مصدر المعلومه في الزمن اللي فات، احنا ما بنثقش في الاتنين بالنسبه لنا كدابين، والاتنين بالنسبه لنا مريبين جدا. واحد قبل كده ساب واحد يموت ومنتهى شخصيته، والتاني احنا ما نعرفش عنه حاجه خالص. فالشخصين بالنسبه لنا مش احسن مصدر للمعلومه، فهم الاتنين بس اللي بيقولوا لنا المعلومه، فاحنا هنحس برضو بحاله عامه من عدم الارتياح. في الفيلم برضه مفيش فرق ما بين الحلم والواقع، ففي حاجات غريبه جدا بتحصل في الواقع، زي المشهد بتاع قتل النورس ده مشهد شكله حلو ولكنه بيحصل في الواقع. زي مشاهد لما بيطلع يلاقي ويك قاعد فوق مع اللمبه بتاعت المناره، دي مشاهد شكلها احلام. في منهم حرفيا بيصحى بعدها على طول، فما تبقاش عارف هو ده كان حلم ولا ده حصل بجد. في مشاهد برضو تانية بنلاقيها بتحصل قدامنا واقع وتطلع حلم، ومشاهد شكلها المفروض انها حلم بس شكلها واقع جدا. فالفيلم بيحطك في حالة عامة من هو في ايه. برضو في حاجات تلاقيها ماشية مع الفيلم كده تصاعدية، زي ان هو بيحط الفحم في الفرن بتاع المنارة، هنلاقي ان هو كأنه بيحط فحم في نار غضب هو. فمع الوقت كل ما بيقعد هناك اكتر، كل ما حطه للفحم بيبقى اعنف، لان هو بيزيد غضبه ناحية ويك. في برضو الفيلم بصري جدا، فبنلاقي مثلا مثال المشهد اول ما بيدخل اوضته اول مره في المناره، فبنلاقي ان هو في شريط فوق اسود، ده اللي هو الجزء من المدخل نفسه خشب. فاحنا بالنسبه لنا احنا مش شايفين هو خشب، احنا شايفين شريط اسود بياخد حته من الشاشه، واحد تاني من الجنب، واحد تاني من الناحيه التانيه. بعد كده تلاقي ايه، الاوضه قدامك مقسومه بالنص بخشبه. احنا بالنسبه لنا بنشوفها مقسومه بحيطه، لكن هي مش مقسومه بحيطه، احنا عشان الزاويه بتاعتنا بتورينا كده. فبنلاقيه هو حرفيا بيخبط في السقف وهو داخل. فده بيحسسك قد ايه المكان ضيق. من الاول بيحطك في حاله مش مريحه، ومن الاول بيحسسك ان المكان ده ضيق وان هو ما يسعش اتنين. بعد كده ما بيوريك بقى الجنبين مقسومين من النص، فبتحس ان في من البدايه مفيش مجال للاتصال ما بين الشخصين، معزولين من البدايه. واحد الجزء بتاعه مترتب وجاهز وكل حاجه تمام ولوز العنب، والتاني الجزء بتاعه لسه اصلا ما اتفرش. وده فرق الخبره، فرق الراحه في المكان، فرق السيطره، فرق السلطه. بنلاقي ان هو لما بيقول له ليه ما قتلش السي جالز اللي هم النورس، فبيقول له عشان ان هو ارواح البحاره اللي ماتوا بتلبس في النورس وبيمشوا بيها، فكل نورس جواه روح واحد من البحاره اللي ماتوا في البحر. لما بيجي له النورس اللي بيقعد يضايقه ده اللي هو بيقتله، بنلاقيه ناقصه عين، النورس نفسه اعور. بعد كده لما بيلاقي جثه الراجل اللي هو كان المساعد بتاع ويك اللي ويك قتله، فبنلاقيه برضه ناقص عين. ده نوع من اللي هو الربط ما بين الاثنين، ان النورس ده لابس الروح بتاعه المساعد بتاع ويك. في لقطه النهايه اللي هي المشهوره جدا اللي عامله مشكله لناس كتير جدا، لان ناس كتير مش فاهمه ايه يعني ايه الفيلم مره واحده خد منحنى زي فيلم انمي كده. الفيلم خد منحنى غريب جدا، وهو مرمي على الشط والطيور بتاكل من احشائه، من التراجيديا الاغريقيه بتاعه بروميثيوس، وهو الاله الاغريقي اللي سرق النار من البانثيون، من الآلهة، واداها للبشر كهدية. فعاقبته الآلهة بأن هو اتربط على حجر فوق جبل، والصقور بتيجي تاكل من أحشائه كل يوم وكبده إلى ما لا نهاية.
تاني يوم يرجعوا سلام تاني ويجي الطيور تاكل منهم وهكذا. في الفيلم بقى هنا يعني هي الاساطير الاغريقيه واخده مكانها في الفيلم 100%. الفيلم معظمه اصلا رمزيات لحاجات زي كده. فهنلاقي ان ويك بيرمز لبروتيوس اللي هو اله البحر او اللي بيسموه رجل البحر العجوز. هاورد بقى او وينسلو اللي هو نفس الشخص بيرمز زي ما قلنا لبروميثيوس اللي سرق النار هنا اللي هي ايه؟ نور المناره. لقطه ويك بقى وهو بيطلع نور من عينه كده يعني النور داخل في روح وينسلو، دي مقتبسه من لوحه هيبنوزيس للرسام الالماني ساشا شنايدر في 1904. لما بيكلموا بقى ان هو مديله شغل كتير زياده عن اللزوم وحاجات كتير يعملها، فبيقولوا لما الشغل بيقف وانت ما بين الميه والرياح بيحصل ركود، وده اكتر شر من الشيطان نفسه. وده اللي بيحصل هنا في الفيلم. اول ما الشغل بيبتدي يقف الشر بيبتدي يطلع وهما الاتنين بيخلصوا على بعض. في لقطه وهم قاعدين بيتغدوا وقعدتهم مع بعض وهم بياكلوا دي مهمه جدا للدراما، لان هي اللي بتفصل الشباتر عن بعض، بتفصل الفصول بتاعه الفيلم. فبنلاقي ان هو بيضربه، فبنشوف فجاه بيقوم وظل وراه بسبب الاضاءه طبعا بيبقى كبير جدا بيغطيهم هما الاتنين. في اللحظه دي بنلاقي ان ويك خايف منه، لانه في اللحظه دي بيدرك ان اللي حاميه منه هو سلطته وليس قوته. فبنشوفه في اللحظه دي ضئيل جدا قدامه. تاني يوم بيقمعه بقى تماما عشان يحاول يعيد السيطرة عليه تاني. برضه بنلاحظ ان كل ما الغضب بيزيد في الفيلم ما بين الشخصيتين كل ما الجو بيزداد سوء، وكل ما امواج البحر بتزيد وكل ما صوت الرياح بيعلى. من الحاجات بقى برضه اللي بنلاقيها في الفيلم ان هاورد عنده دادي ايشوز، يعني علاقته بابوه يعني سايبه جواه كده حالة معينة. فبنلاقيه ان هو عنده مشكلة مع الناس اللي بتمثل الاب اللي هم الفاذر فيجرز زي ويك. فهو عايز يطيعه في نفس الوقت عايز يعصاه، في نفس الوقت عايز يضربه، في نفس الوقت عايز يحبه. فهو في حالة عامة كده عامل زي ايه العيل المراهق مع ابوه. بنلاقي بقى في الاداء زي ما قلنا ويليام ديفو حركته حرة، بياخد ويدي ويروح ويجي لانه ممثل مسرحي، ولان هو برضه هنا يعتبر كشخصيته ويك هو هنا في الكومفورت زون بتاعته، ده مكانه. هو خسر عيلته وخسر مراته بسبب شغله في البحر، فهو في المنارة بإرادته بمزاجه مش خربان من حاجة. هو عايز يسيب كل حاجه ويفضل قاعد في المكان ده. باتنسون بقى او هاورد العكس تماما، حركته مكبوته، تحس ان هو ايه بيحز في نفسه كده طول ما هو قاعد بيجز كده ومش يعني كانه مربوط، لانه هنا هربان ومش بمزاجه وغصب عنه ومش مبسوط ومش مرتاح ومش الكومفورت زون بتاعه. طلوعهم ونزولهم بقى في سلم المناره ده بيعكس حاجتين: التطهير بالنسبه هاورد والهوس بالنسبه لويك. واحد بيصعد لهوسه والتاني بيتطهر صاعد ونازل صاعد ونازل. ليه؟ لانه بيطلع وينزل ما بين المعرفه فوق والغريزه تحت. نور المعرفه او نار المعرفه اللي هي نور المناره، والغريزه اللي هي تحت اللي هي الخمره والشرب والحريه البحر والكلام ده كله. وينسلو بقى هنا بيمثل ايه؟ وينسلو اللي هو هاورد بيمثل العقل الجديد، الهروب من السلطه، البحث عن الحريه. ويك بقى بيمثل العقل القديم اللي هو التسلط والمعرفه والاساطير. العكس تماما هما الاثنين. ديناميكيه العلاقه ما بينهم هي نفسها ما بين السلطه، التسلط والتمرد، الاب او الاله والبشر، العقل والغريزه. بنشوفهم بقى هما الاثنين بيخلطوا الكحول بالكيروسين في الفيلم عشان يشربوه، لان الكحول ابتدى يقل فبيخلطوه باي حاجه تانية تتشرب. طبعا تشرب بنزين ده حاجه كده مشروب جميل جدا. فده بيذهب العقل تماما، وفي بدايته هو بيهديهم بيخليهم مبسوطين، بس مع الوقت بيحولهم هما الاثنين شوية جوافة ضايعين، دماغها بتقفل تماما. ده غير ان هو حرفيا بيحرق دماغهم. فهم يعني بشكل رمزي بيحرقوا عقولهم هما الاثنين عشان ينسوا او يتناسوا حاجات معينه في حياتهم. هنيجي بقى للرمزيات المهمه اللي في الفيلم. المناره نفسها، المناره هنا بتمثل الذكوره والهوس بيها. احنا مجتمع ذكوري وده موضوع مفروغ منه عشان ما نهريش كتير. فالفيلم هنا بياخد ده كله ويحطه في المناره. ده رمز عام للذكوره. وهوسنا بقى هوس المجتمع الذكوري عموما بيها بالذكوره دي، مين ارجل، مين اشد، مين اقوى، مين كده يعني. نور الذكوره بقى يعني لو انت خدت الحلو اللي فيها هو الحكمه والعقل المطلق اللي هي الحقيقه المطلقه، بس السعي بقى ليها بيوديهم في طريق من الاثنين. وينسلو بيدمره تماما، ويك بيسرق حياته. فالسعي ورا المعرفه بيؤدي لكل شخص لاتجاه معين. في شخص بيتهوس بيها زي ويك تسرق حياته، بيخسر مراته وبيخسر حياته مش عارف وخلاص بيكرس حياته ليها. وينسلو لانه مش جاهز ليها فبتسرق حياته كلها تماما وبتدمره وبيموت، لان هو غير مؤهل ليها ولانه في النهايه مجرد انسان وبيطمع
فيها كلها، عشان كده بتدمره. ولكن بنلاقي ان ويكي بيتعامل معاها بهيبة، برهبة، في احترام وتقدير وتبجيل. فهما الاتنين بيسعوا ورا حاجة اللي هي تعلو الذكورة، تعلو التفكير الحيواني، التفكير اللي هو مين أقوى ومين أحسن. كل واحد بيسعى لها بطريقة، واحد بيستعجل وطمعان، والتاني بيبجلها جدا وبيقدرها جدا، فده بتسرق حياته بس، وده تمن اقل تمن، والناحيه التانيه بتدمره. طبعا هو في النهايه وهوارد بنشوفه بيقع هو، يعني ما بعد مشهد النهايه ده اللي هو المشهد بتاع النورس وهو بياكله، ده يعني مشهد خيالي، لكن هو في الحقيقه هو بيتحرق من النار بتاعتها وبيموت محروق، بيقع من فوق محروق وبيموت، ودي هلوسه. برضه في من الحاجات الرمزيه الجميله النورس ابو عين واحده. النورس ابو عين واحده ده عند اللي هم النورس ميثولوجي بتاعت ثور واودن والكلام ده كله. اودن كان استغنى عن عين في مقابل ان هو يحصل على الحكمه والمعرفه المطلقه، وفعلا خسر العين دي وبقى بعين واحده. فالعين اللي هو خسرها دي بترمز للعقل والحكمه، فقتل بقى النورس ابو عين واحده ده بيرمز لقتل العقل، للاستسلام للغريزه والاستسلام للغضب وانكار بقى الحكمه. فعشان كده بيجيب عواصف بعديه، وبيجيب حروب وبيجيب مشاكل وبيجيب بلاوي. برضو الحوريه اللي بتطلع له دي اللي هي طبعا خياليه، دي بتمثل الكبت اللي عنده وخسارته لرجولته مع شخص اكثر سلطه منه وهو ويك. فهو بيحس مع الوقت ان هو مش راجل، فده بيؤدي معاه ان هو ايه، يتخيل وجود الحوريه عشان ترمز لاستعادته لرجولته. وصوتها هنا هو ميكس ما بين النورس والبوق البحري من المناره نفسها، فهي كلها حاجات مكونه من جوه دماغه، هو اللي جمعها ونزقها من عقله الباطن. السايرنز دول بقى عموما اللي هم الحوريه عندنا احنا، هي اصلا جايه من حاجه اسمها اسطوره السايرنز. السايرنز دول كانوا حاجه شبه الحوريات، نصهم ستات ونصهم سمك، وبيبقوا قاعدين في الميه في وسط الجزر، بيعملوا صوت يعني زي اللي شفناه في الفيلم ده، بينده البحاره يقربوا منهم. اول ما يقربوا منهم طبعا بيكونوا قريبين من اماكن ضحله، فالمراكب بتخبط فيها فبيغرقوا، وهم بياخدوهم بقى ايه، يتعشوا بيهم. الفيلم بقى فيه طبقات من الصراع. الطبقه الاولى هو صراعهم في الشغل، مدير والموظف بتاعه. الطبقه الثانيه هو صراعهم كذكور، كرجاله، 2 رجاله ومحبوسين في مكان، مفيش حد رقيب، مفيش حد مراقب. ممكن تعديله شويه حلوين، بس مع الوقت انت ارجل مني، هو انت يعني اقوى مني، هو انت اشد مني، هو انا يعني ده انت راجل عجوز، ده انا، وهكذا. فاللي هو الحته بتاعت القرد اللي جوه دماغ البني ادم دي اللي بتنور لما ايه يبتدي يحس ان في حد بيعيش عليه. والطبقه الثالثه هو صراع التحكم والمعرفه، اسرارهم اللي بيواجهوا بيها بعض وبيقايضوا بيها، واسرار الجزيره نفسها، اسرار المكان واللي حصل فيه قبل كده واللي بيحصل فيه دلوقتي. الفيلم كله ممكن يكون عقاب للاتنين على الجرائم اللي عملوها في حياتهم. الجحيم لو بصينا للفيلم، يعني جرب تتفرج مره على الفيلم من المنظور ده، ان هو جحيم. الاتنين دول جايين ماتوا وجايين دلوقتي يتحاسبوا بقى في المكان ده، هيتعاقبوا على اللي هم عملوه في الدنيا. واحد شاف واحد بيموت وسابه واستحل شخصيته وعاش حياته، والتاني قتل المساعد بتاعه والله اعلم عمل ايه قبل كده، وساب مراته مش عارف 13 سنه ولا ايه عشان يفضل في البحر لان هو بيحب البحر. وبرضه في نظريه تانية ان الاتنين ممكن يكونوا شخص واحد في حاضره وفي مستقبله، او في ماضيه ومستقبله. كل النظريات دي تنفع، بس الكور الايديا، الفكره الاساسيه بتاعت الفيلم هي صراع الذكوريه والعزله والوحده والتسلط. فيلم ذا لايت هاوس هو فيلم عن عشق الانسان للصراع. حياتنا كلها قايمه على روتين ونظام وجداول ومواعيد، لان في اللحظه اللي هتتوه فيها هتدخل في صراع مع نفسك او مع حد او مع الكون، هتدخل في صراعات لا نهائيه طلبا في الوصول للحكمه المطلقه، الاجابات النهائيه. بس هل انت فعلا عايز توصل لهم؟ المعرفه نعمه ونقمه على الإنسان. المعرفة المطلقة هي أعظم أهداف البشر، النور المطلق في وسط الظلام اللي احنا فيه. بس النور ده زي ما بينور لك طريقة، لو قربت شوية زيادة ممكن يحرقك. فيلم ذا لايت هاوس من الافلام اللي هي ايه، لو شفتها مره طول ما انت قاعد كده بتتفرج هتقول هو ايه اللي انا بتفرج عليه ده؟ يعني انا مستمتع جدا، بس انا مش عارف انا بتفرج على ايه. هتحس ان انت مشمئز جدا، وهتحس ان انت مستلذ جدا. ففي حاله كده عامه كانك بتاكل، هي عامله زي البسبوسه بالجبنه كده، اللي هو بسبوسه وجبنه ما يمشوش مع بعض. هو الفيلم عامل كده بالظبط، انت هتحس الاحساس ده طول الفيلم. والفيلم من الافلام اللي نجحت، يعني الفيلم حصل على 34 جايزه و138 ترشيح. اترشح لاوسكار احسن تصوير،
وفضيحه انه ما خدهاش، واخد جايزه فابريسي اوورد في مهرجان كان. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 7.4 على ميتا كريتيك الفيلم واخد 83%، وعلى روتن توميتوز الفيلم واخد 72 من الجمهور و90 من النقاد، وعلى ليتر بوكس الفيلم واخد 4/5. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، احب اسمع رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده من ارت لاب.